صورة نادرة لسليمان باشا الفرنساوي، مؤسس الجيش المصري الحديث في عهد محمد علي. سليمان باشا الفرنساوي كان ليه تمثال شهير في الميدان المشهور باسمه اللي هو سليمان باشا، اللي بعد كده بقى ميدان طلعت حرب، واتشال التمثال بتاعه واتحط تمثال طلعت حرب. سليمان باشا الفرنساوي ده من أبرز الشخصيات الفرنسية اللي عاشت في مصر، وهو الجد الأكبر للملك فاروق من ناحية أمه الملكة ناظلي. والصورة دي صورة نادرة جدا لأن هي صورة فوتوغرافية، مش صورة مرسومة ولا حاجة، وصورة يعني تحس كده إن هي بسيطة شوية. المكان اللي بنشوفه ده موجود في مصر القديمة حاليا في منطقة اسمها الفرنساوي، وده اللي هو المكان اللي مدفون فيه سليمان باشا الفرنساوي. نتمنى ان هو طبعا في اطار العلاقات المصرية الفرنسية يتم الاعتناء بيه، ويتم ان هو الناس تعرفه وتشوفه، ويبقى فيه افواج سياحية تيجي تطل عليه وتشوفه وتستمتع بالمكان، وننضفه لو كان في تحته مش لطيف قوي ومش احسن حاجة. سليمان باشا الفرنساوي يستحق ان احنا نتكلم عنه كتير جدا لأهميته. كان معكم المؤرخ احمد كمالي.